هنيئا لكم يا مشجعي برشلونة، فقد كتبت لكم الجنة. أما أنتم يا محبي ريال مدريد فلكم نار جهنم وبئس المصير. تقليعة الموسم. وأحدث فتاوى هيئة كبار العلماء لمشايخ النظام السعودية، فتوى تحرم فيها تشجيع فريق ريال مدريد الإسبانية لأنهم من المشركين. أساس القصة تعود إلى تاريخ 13 من الشهر الحالي، حين استهدف تفجير إرهابي إحدى المقاهي التي تواجد فيها مشجعون لريال مدريد في العراق، وذهب ضحيته 16 قتيلا، ليصدر بعدها النادي الإسباني بيانا رسميا يندد فيه بالتفجير الإرهابي، ويقف لاعبوه دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني حدادا على أرواح الضحايا. هذا الموقف الإنساني أخرج مشايخ النظام السعودي عن طورهم، وخرجوا بفتوى مفادها تحريم تشجيع فريق ريال مدريد لأنهم ساندوا من وصفوهم بالكفار، وقد أصبحوا هم أيضا مشركين بموقفهم هذا، مما جعل الكثير من شباب الخليج الموالي لهم يقوم بتسجيل إعلانه على صفحات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى ترك تشجيع ريال مدريد والتحول لتشجيع فريق برشلونة. أحد أعضاء هيئة كبار العلماء أجاب حول مدى مشروعية التشجيع. لا يجوز شرعا تشجيع هذا الفريق ولا الدعاء له ولا التعاطف معه، بل قد يحرم حتى مشاهدة مبارياته لأنه قد يجلب التعاطف القلبي، وهو محرم حسب قول الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما الشيخ القحيتي فقد علق على الفتوى بقوله: إن الأصل هو في مدى كون هذه اللعبة مقبولة شرعا، لأن الأساس هي الرماية والسباحة وركوب الخيل، وبالتالي فهي مشكوك فيها، وما هو مشكوك يجب تركه. وتعالى سقف الطلبات إلى قطع العلاقات مع إسبانيا، حتى غرد الشمراني قائلا: إسبانيا كانت تحت حكم الخلافة الإسلامية، فلنطالب حكومة خادم الحرمين بإعادة إسبانيا إلى الخلافة السعودية كما كانت. السؤال المهم الآن وقبل خوض فريق ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا: هل سيفوز ريال مدريد بالكأس، أم أن دعوات الشيوخ السعودية ستقف بوجه فوزه؟